بالنسبة للجريمة اللي صارت البارح في ولاية جيمس وتحديدا في منطقة السبخ واللي راحت ضحيتها طفلة عمرها 21 سنة إتيديون وتسكن في فويه. حبيت فقط نوضح حاجة، راهو ما فماش حتى معلومات صحيحة بخصوص الجريمة هذه، أما فما أقوال قاعدة تدور على الفيسبوك اللي المجرم يسكن معاها وكاري معاها ودرا شنو، راهو هذا الكل ما فما حد شيء منه وماهوش صحيح. الطفلة ما عندها حتى علاقة لا من قريب لا من بعيد بالمجرم. بنية هذه نجحت عمناول في الباك، طفلة معروفة زوالية وعاقلة وحدها حد روح، حتى الأصحاب ما عندهاش أصحاب وتسكن في الفويه هذا. المجرم قعد يراقب فيها ومن بعد خلط وراها الفويه، هي دخلت للدار وهو دق عليها الباب، حلت الباب دزها وخلط وراها وقالها تعطيني الساك بتاعك وتعطيني اللي عندك الكل. كي قاومته ضربها اقتلها، يقولوا اللي هي لقاوها مذبوحة بالوريد للوريد. هذه المعلومات اللي وصلتني من عند واحدة من جيران، من عند بنية جارتها. معناها لغة هذه تسكن معاه وكارية معاه وصاحبها ما فماش منها. وحتى المعلومات الصحيحة لحد الآن كما قلت راه ما فماش معلومات مؤكدة، اللي حكيته لكم فقط هذا وصلني من أحد جيرانها، معناتها بنت جيرانهم اتصلت بيا وحكيت لي الحكايه الكل باش تسكت بفهم تاع الناس اللي قاعدين يحكوا ويقولوا كيريا معاك. الطفله امها توفات، ما عندهاش حتى عام اللي توفات امها، واصلا هي مريضه على امها، والبريود هذه كلها مريضه وما عندهاش حتى جهد باش تقاوم، معناتها باش تدافع على روحها. الله لا تربحوا، الله لا تبارك له. وهذه اكيد ماهيش عمله تاع انسان معناتها يكون في مخه وفي وعيه، اكيد الله اعلم به شنو الكونسومي. كما قلنا ألف مرة نطالبوا بتفعيل حكم الإعدام. اقعد احكي، اقعد تكلم، اقعد قول معناتها فعلوا الإعدام، فعلوا الإعدام. ما فما حد شيء وهاكم قاعدين شنو تشوفوا شنو اللي قاعد يصير، كل يوم توصل جريمة أفظع وأشنع من اللي يقبلها. إن شاء الله في أقرب وقت يتم تفعيل حكم الإعدام باش المارك هذه اللي تخمم في جريمة ولا تخمم باش تقتل ولا يعرفوا مصيرهم إنه نهايتهم باش تكون الموت. إن شاء الله ربي يرحم البنية. ونعاود ونقول راهو المعلومات ما فما حتى معلومه صحيحه، وما زالت الحكايه عند القضاء، خليو القضاء يخدم خدمته. اما فقط اللي حبيت نوضحه اللي الطفله راهي ما عندها حتى علاقه بالمجرم اللي قتلها لا من قريب لا من بعيد. ان شاء الله ربي يرحمها وان شاء الله ربي يصبر اهلها وناسها، ونخليو القضاء يخدم خدمته. واذا فما حاجه جديده بخصوص القضيه هذه بقدره ربي نعاودوا نحكيو عليها.